ما تنساش وانت بتحضر لامتحان الايلتس وبتذاكر قسم الكتابة خصوصا تاسك 2 writing، لازم بجانب الجرامر والفوكاب انك تذاكر ازاي تجيب ideas، ازاي لما يجيلي سؤال اعرف اجيب افكار عليه عشان اكتبها في الايساي بتاعي. هي الافكار بتتكتب فين؟ الافكار بتتكتب في body 1 و body 2. يعني انا كده محتاج 2 main points. انت محتاج فكرتين رئيسيتين تكتبهم في body 1 و body 2 عشان تعمل essay قوي لتاسك 2. السؤال اللي عندي بيقول إن في حكومات شايفة إن التنمية الاقتصادية هي أهم هدف ليها، وفي رأي تاني بيقول لأ، في حاجات تانية أهم من الاقتصاد المفروض ناخد بالنا منها. والسؤال طالب منك إنك تناقش الرأيين دول وكمان تقول رأيك. ده معناه إيه؟ إن كل رأي منهم هناقشه في body paragraph. لما أجي أناقش الرأي ده لازم أناقشه بدليل، لازم أناقشه بسبب، ليه الناس شايفة الموضوع ده كده. فطبعا هنروح لأول بادي باراجراف وهنقول الفكرة الأولى اللي هي الحكومات اللي شايفة إن التنمية الاقتصادية هي أهم حاجة. هنا بقى بيجي الأفكار، بيجي التدريب على الأفكار. أنا لازم أجيب سبب للحكومات اللي بتقول إن الاقتصاد أهم وأكتبه في بادي 1 وناقشه في البادي باراجراف. هنا بعض الأمثلة أو بعض الأسباب للحكومات دي. في حكومات شايفة إن التنمية الاقتصادية ممكن تؤدي لارتفاع مستوى المعيشة، عشان كده ده رأيهم. وكمان في سبب تاني، ممكن التنمية الاقتصادية تؤدي لوجود فرص عمل أفضل. أنا هنا عندي 2 reasons، آخد reason منهم واكتبه في body 1 وناقش عليه الفكرة بتاعة الرأي الأولاني. طيب الرأي التاني اللي بيقول لأ، مش الاقتصاد ده، في حاجات تانية أهم إن احنا نحطها كهدف أمام الحكومات. البادي التاني افترض إن الغرض الأساسي للحكومات مش هو الاقتصاد، أمال إيه؟ هو الهيلث، الصحة. فالناس دي شايفة إن لو في صحة كويسة هيكون في إيه؟ هيكون في سعادة في المجتمع، وكمان هيقلل المصاريف اللي ليها علاقة بالطب وبمعالجة الأمراض. السبب التاني بيقول إن لو في مجتمع صحي وما فيهوش أمراض كتير ده بيعلي السوشيال فابريك، والسوشيال فابريك خدناها قبل كده في الفيديو بتاع الفوكاب، وده معناه النسيج الاجتماعي، بيقوي النسيج الاجتماعي وبيخلي فيه علاقات اجتماعية كويسة بين الناس. يبقى أنا عملت إيه؟ أنا أخدت كل وجهة نظر واديتها سبب أساسي رئيسي أكتب عليه البادي باراجراف علشان أعمل بادي قوي. هي دي الأفكار، هي دي إزاي إن أنا بتدرب أجيب أفكار عشان أعمل إساي قوي. زي ما احنا عارفين في النهاية إن أسئلة تاسك 2 بتتكرر، يعني المواضيع ثابتة والأسئلة بتتكرر بشكل مختلف. فلو انت اتدربت كويس على أكبر عدد من أسئلة تاسك 2 هتبقى داخل الامتحان تقريبا عارف الأفكار، ومجرد بس إن انت هتكتب الجمل. لو عندكم أي استفسار اكتبوه في الكومنتس، وكمان لو عندك سؤال معين لقيته لتاسك 2 ومش عارف تجيب أفكاره ازاي أو مش عارف تكتب عن ايه اكتبه لنا في الكومنتس وهنكتب لك الأفكار الايدياز بالبادي باراجرافز، بادي 1 في ايه وبادي 2 في ايه.